بكوباية عسل اسود وبيضاية و3 كوبايات دقيق تقدري تعملي احلى كوكيز ممكن تعمليه في البيت. الطعم ايه خطير، شايفة الجمال وطعمه خرافة. اول حاجة معايا كوباية عسل اسود، بيضاية، نص سمنة او زبدة على حسب اللي عندك يعني، معلقة قرفة ودي اختياري، وهنحط معلقة فانيليا. هنقلب ده كله كويس جدا في قلب بعض، ولازم تتأكدي انهم اتقلبوا كويس. هتكوني ناخله حوالي 3 كوبايات دقيق ونص، حطاه احتياطي، وتقلبي كده كل ما تنزلي بكوبايه هتقلبيها لغايه الدقيق ما يختفي. ما تنسيش وانتي بتتابعيني تضغطي على اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. اللايك بتاعك بيدعمني. كل ما تنزلي بكوبايه لازم تقلبي كده زي ما اتفقنا. رشه ملح، معلقه صغيره بيكنج باودر، وهنتلم العجينه. بصي انتي مش بتعجني، انتي بتلميها لان هو مش مستحمل. لمينا العجينه خلاص، بسم الله ما شاء الله. بصي حلوه قوي. ممكن تشتغلي على طول وممكن تريحيها 10 دقايق في التلاجة. انا هشتغل على طول. هنا عندي شوكولات شيبس. اي صاج او صينيه ادهنيها كده حاجه بسيطه زيت، او عندك ورق زبده حطي فيها. هتشكلي كده كور وضغطه خفيفه، وهتحطي في الشوكولات شيبس وهتنزلي كده، وحاولي تعملي مسافة بين الواحدة والتانية عشان هو بيكبر شوية لما بيدخل الفرن. على درجة حرارة 180 في الفرن، وما تتأخريش عليه. على فكرة ممكن شوكولاتة بني او شوكولاتة بيضة، يعني اي حاجة. اللهم بارك. كمية الدقيق بتاعتي اللي هي حوالي 3 كوبايات وربع، يعني 3 كوبايات وربع بالظبط. عملت بيهم صينيتين على درجة حرارة 180، وشغالة الفرن ليها حوالي تلت ساعة. هدخلهم في الفرن ومش هطول عليهم. الكوكيز اخد معايا بالظبط في الفرن حوالي 10 دقايق. بسم الله ما شاء الله. انا خرجته اهو، يا دوبك ارتاح شويه، وهبدا احطه. بجد الوصفه دي جميله قوي، اللهم بارك. لو وصلت معايا لحد هنا ما تنسيش الاشتراك وتفعيل الجرس واللايك الحلو من ايدك عشان يوصلك كل جديد من خلطة زوزة. والنهاردة كانت وصفتنا الكوكيز البيتي بالعسل الاسود.